المشاهدون الأكارم أسعد الله نهاركم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تطوير البطاطا المحسنة في مشتى الحلحلة، تقييم التنمية في ميمنة، دورة تأهيلية تعليمية في الإقليم الأوسط، أردوغان يحدد بسحق قوة تدعمها أمريكا في سوريا، البرلمان اليوناني يوافق على مزيد من الإصلاحات رغم الاحتياجات، وانهيار جسر معلق في كولومبيا ومعطل 10 عمال. أهلا بكم. أعلن مشتى الحلحلة الزراعي بأنه يقوم بتطوير بذور البطاطا المحسنة من الآفات والأمراض. وقال مسؤول تقنية الأحياء في المشتى السيد موسى فقادو أن تطوير بذور خالية من الفيروسات والبكتيريا تتطلب الأبحاث المعقدة، موضحا بأن بذور البطاطا المحسنة الموزعة للمزارعين حققت إنتاجا وفيرا، مشيرا إلى توزيع 10 كنتال من البطاطا المحسنة للمزارعين منذ بدء عملية التطوير. وذكر عن بدء العمل لتطوير بذور التمر المحصن من الفيروسات ووجود برنامج لتطوير بذور الموز. وأشار الشباب العاملون في المشتل إلى أن الأنشطة التي يقومون بها تخفف نقص البذور المحسنة للمزارعين. ويعمل مشتى الحلحلة الكائن في مديرية الدبار لتطوير بذور البطاطا والتمور والموز المحصنة من الفيروسات منذ عام 2015 بتركيب معامل أبحاث متطورة. أوضحت إدارة مديرية ميمنة عن تنفيذ أنشطة تنموية فعالة العام الماضي بالتعاون مع المواطنين، وستواصل البرنامج هذا العام بالمشاركة الشعبية. وأشارت إلى أن البرامج التي نفذت العام الماضي شملت توسيع وتطوير خدمات كهرباء بلدة ميمنة، وإعادة توزيع الأراضي الزراعية، وبناء وصيانة البنى التحتية التعليمية، وحماية التربة والمياه والتشجير. وأوضح المدير التنفيذي لمديرية ميمنة السيد كيدان فروي في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو سكان 17 ضاحية، أوضح عن وضع خطة لهذا العام لسد المتطلبات الأساسية للمواطنين وتنفيذ البرامج التنموية. وقدمت في الاجتماع تقارير عن البرامج الصحية والتعليمية والزراعية والرعاية الاجتماعية. ويقطن مديرية ميمنة بالإقليم الجنوبي أكثر من 60,000 نسمة. أشاد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب بالمشاركة الشعبية الفاعلة لإنجاح برامج التنمية. وأوضح لدى لقائها السكان عن صيانة مشروع المياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد البائعين للأراضي بطريقة غير قانونية، وتبرع السكان ب 156,000 نقفة لصندوق أمانة الشهداء و90,000 نقفة للدافع ببرامج الصحة والتعليم. وأشار إلى تنفيذ مهام جيدة بتضافر جهود الشعب والحكومة والجبهة لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير ومساعدة المحتاجين. وطالب الاجتماع لخلق الأرضية لجعل خدمات المواصلات يومية على طريق كرن أفعبته، والإسراع لمد خطوط الكهرباء، وزيادة المؤسسات الصحية في قلامة وفلكته، وضعا في الاعتبار لعدد السكان، وإدخال خدمات الجراحة وطب الأسنان في مستشفى أفعبته. من جهة أخرى أفاد اجتماع مماثل عقد في مديرية منصورة عن تنفيذ أنشطة تجميع القرى ورفع الإيرادات وحماية التربة وحفظ المياه وتنمية قدرات الشباب. ودعا مدير المديرية السيد الشيخ الدين صالح لمساهمة الجميع بدورهم لإنجاح البرامج الموضوعة، والعناية بمؤسسة الخدمات الاجتماعية في الضواحي والحد من الاقتلاع الجائر للأشجار. نظم مكتب التعليم في المنطقة الشمالية الشرقية لأسمر دورة تأهيلية لتقوية إدارة المدارس للدفع بكفاءة التعليم في الإقليم الأوسط. شارك فيها 60 مديرا ومسؤولا وإداريا ومشرفا تربويا. وقال منسق البرنامج الأستاذ تقسي مسجان أن الهدف من الدورة الارتقاء بقدرات إدارية المدارس وتطوير العملية التعليمية.
وناقشت الدورة جهود مسؤولي المدارس لتطوير المعامل والمكتبات وتقوية القدرات البشرية وأسلوب إدارة المدرسة. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في شمال شرق أسمر الأستاذ فسحي صقاي في ختام الدورة أوضح أن خلق الأرضية لتبادل التجارب بين المتأهلين من الأهداف الرئيسية للدورة، داعيا المشاركين في الدورة لنقل المعرفة المكتسبة للآخرين. وتوجد في المنطقة الشمالية الشرقية لأسمر 15 مدرسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية. نشرتنا ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا الأكارم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخنق قوة من المزمع تشكيلها من 30,000 فرد بدعم من الولايات المتحدة حتى قبل أن تولد، بينما أدت مساندة واشنطن للمقاتلين الأكراد إلى توتر العلاقات مع أحد حلفائها الرئيسيين في الشرق الأوسط. وأعلنت الولايات المتحدة دعمها خطط تشكيل قوة حدودية للدفاع عن الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلون يقودهم الأكراد وتساندهم الولايات المتحدة في شمال سوريا. وردت أيضا حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بالتعهد بسحق القوة الجديدة وطرد القوات الأمريكية من البلاد. ووصفت روسيا حليفة الأسد الخطط بأنها مؤامرة لتفكيك سوريا ووضع جزء منها تحت السيطرة الأمريكية. لكن التنديد الأقوى جاء من أردوغان الذي وصلت في عهده العلاقات بين الولايات المتحدة وأبرز حليف لها داخل حلف الشمال الأطلسي إلى نقطة الانهيار. وافق البرلمان اليوناني على مجموعة من الإصلاحات التي طالب بها معارضو البلاد الدوليون مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة، وهو ما يمثل نجاحا للحكومة، لكنه يعد ضربة لآلاف المحتجين الذين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان. ويطرح مشروع القانون عملية إلكترونية جديدة للحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد قروض المتأخرات المستحقة للدولة، كما يعيد هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر ويجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة. وتجمع نحو 20,000 شخص أمام البرلمان خلال التصويت، وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجا على مشروع القانون. وخلال التصويت أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريغ محتجين ألقوا قنابل حارقة وحجارة عليها في اضطرابات لم تستمر طويلا. قتل 10 عمال بعد انهيار جسر معلق كانوا يقومون بإنشائه خارج العاصمة الكولومبية بوغوتا. وقال سلطات الدفاع المدني أن العمال كانوا يعملون على نظام تصريف المياه عندما انهار الجسر الذي يقع على بعد نحو 95 كيلومترا من العاصمة. وكان 9 من العمال قد توفوا في موقع الحادث، بينما توفي الآخر بعد نقله إلى مستشفى قريب مصابا بجروح خطيرة. وقالت السلطات إنها تبحث فيما إذا كان هناك عمال آخرون كانوا في موقع الحادث وما إذا كان أي منهم مفقودا. ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن رجلا اقتحم بسيارته في عيادة طبيب أسنان بالطابق الثاني من مبنى في مدينة سانتا أنا بولاية كاليفورنيا وهو تحت تأثير المخدرات. وأفادت صحيفة لوس أنجلوس تايمز بأن الشرطة وصلت لتجد سيارة بيضاء عالقة في المبنى، وكان السائق يسير بسرعة عندما اصطدم برصيف مرتفع طاح بسيارته في الهواء، ومن ثم اجتاحت السيارة الجدار الخارجي للمبنى. وتمكن رجال الإطفاء من إخراج جميع الركاب الذين كانوا داخل السيارة، بينما كانت لا تزال عالقة في المبنى.
ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى عن السائق، كما لم تصدر الشرطة أي بيان رسمي بعد. بهذا الخبر مشاهدينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة لهذه الفترة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.